بكم أعزائي الطلاب. وصلنا إلى موضوع جديد، وحي النوروز، في الجزء الثاني من الوحدة الرابعة. نعم، درسنا اليوم وحي النوروز، القراءة فهما وتحليلا، وقرأناها في داخل الصف وقمنا بتحليله. والآن أقرأ لكم القصيدة، وهي: قف عند شيرين واهتف، ربما نطقت وحدثتك بما تشتاق أحجار، تكاد تسمع في الآفاق صيحتها، كأنها في سماء الحق أصار، مرت على الظلم فاهتزت دعائمه، وجلجلت فهي للباغين إنذار، وساء مستعمرا أن يستفيق على أصدائها، جائع في الحقل منهار، وإن يهب إلى الأغلال يحطمها، شعب وتنشق عن عينه أستار. واسم الشاعر بدر الشاكر الصياح. وقمتم بقراءتها وحفظها في الأسطر الثلاثة الأولى. سيديرية كم تعالى بركردهم خينتانها ومتان. ونأتي إلى المعاني الكلمات: إعصار العاصفة الشديدة. ثانيا دعائم جمع الدعامة، وهي ما يدعم البناء ويقويه. ثالثا جلجلت، صوتت في أثناء تحركها. الباغي الظالم. المستعمر دولة تفرض سيادتها على دولة أخرى وتستغلها. أصداء جمع الصدى، رجع الصوت أو تردده. يهب يسرع. الأغلال جمع الغل، وهو طوق من حديد أو جلد في عنق الأسير أو المجرم أو في أيديها. وكانت واجبكم للحفظ الإعصار. الباغي يهب، أوانا دبوا على بركة، أوان كشمان همو كردو كرديو باس ما كردو لا بولدا. والآن نأتي إلى حل التمرين. ثالثا لم أحل التحاليل لأنه قمنا بتحليله في داخل الشعبة، والآن فقد أراجع لكم. ثالثا الفهم والتحليل، المستوى المعجمي. أستخرج من البيت الأول الأفعال الدالة على القول: أهتف، نطقت، حدثتك، كلها دال على القول. ثانيا أصل الكلمة بمرادفها، بما هو معنى كيد بين: إنذار يستفيق الصدى، هب إلى حطم، وهي محلولة أمامكم. ثالثا أضع سهما يصل الكلمة بمضادها، يعني بدج كيد بين: الحق الباطل، الظلم العدل، إنذار وعد، منهار متماسك. وقمنا بحله ما سبقا في الشعبة. وهذه مراجعة أيضا لكم في موضوع المضاف والمضاف إليه. جيم المستوى التركيبي. استخرجوا المضاف والمضاف إليه من البيت الثاني، كما استخرج منه جارا ومجرورا. سبقا قلنا يأتي المضاف وبعدها المضاف إليه، وهي المضاف اسم النكرة والمضاف إليه اسم معرفة، يعني في بداية الكلمة ألف ولام. المضافة سماء، المضاف إليه الحق، سماء الحق. الجار والمجرور في الآفاق. سبقا ما شرحت لكم حروف الجر، وكانت موجودة في الصف الخامس والسادس، وهنا مراجعة لكم أيضا. تأتي الحروف الجر وبعدها اسم المجرور. ثانيا ما دلالة أداة الربط الفاء في الشطر الأول من البيت الثالث؟ السبب ليس كذلك، والنتيجة أيضا، والمكان، ولكن دالة على الزمان. ثالثا أكملوا على طريقة الجمل الآتية: ساءه أن يهب الشعب، ساءه هبوب الشعب، يعني على شكل المضاف والمضاف إليه. ساءه أن يتحرر الشعب، ساءه تحرر الشعب. ساءه أن يستفيق الشعب، ساءته استفاقة الشعب. ساءه أن يستقيل الوطن، ساءه استقلال الوطن. وأكملنا الدرس، وإن شاء الله نأتي إلى درس جديد في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.